الزمالك، وهو اللاعب المغربي بن طايك جاله عرض من هولندا. محمود بن طايك الباك ليفت نادي الزمالك واللاعب المغربي جاله عرض مغري من احد انديه الدوري الهولندي لضمه في الموسم الجديد. بن طايك من جواه استقر على عدم البقاء مع نادي الزمالك، لان حتى هذه اللحظه مفيش تفعيل بند الشراء. برضو قرر اللاعب فتح التفاوض مع أكتر من نادي، ومن بينهم أحد الأندية الهولندية اللي قدمت له العرض، وممكن جدا يرحل عن الفريق في حالة عدم شراء عقده مقابل 1,000,000 يورو. ودي موضوع مهم جدا، لأن تصريحات مسؤولين نادي الزمالك وكمان أحمد حسام ميدو عضو لجنة كرة القدم في الزمالك كان بيقول ان احنا هنكمل مع بن طايك وهنتعاون معاه ونخلص موضوع العقد بتاعه عشان يستمر في الفريق. فاللي خلى اللاعب يفكر في كده ان حتى هذه اللحظة في تصريحات لكن مفيش تحرك والوقت بيجري. وبالنسبة يا جماعة برضو لازم الناس تفهم، اللعيب الأجنبي وحتى لو مغربي وحتى لو عربي شقيق هو بيفكر في حاجة واحدة، بيفكر أنا وضعي مع النادي في التعاقد عامل إزاي. لو في مشكلة معاه هدور على مكان تاني. ليه؟ لأن أنت لو جيت فاجئته هو هينضر، لأنك ممكن تيجي في الآخر تقول له أنت مش معايا، فساعتها هو هيبقى في الهوا والراجل أصلا مش مصري. فهنا هو بيبقى حابب، والناس دي بتبقى حابة الدنيا تكون مستسلمة معاهم من بدري، فبناء على هذا الامر يبتدي التعاون معاهم، يبتدي يجهز نفسه، انا مكمل ولا ماشي؟ طب انا لو مش مكمل همشي اروح فين؟ طب انا لو ما بلعبش مثلا في نادي الزمالك اساسي هلعب فين اساسي؟ فيبتدي الوكلاء او الوكيل اللي معايا يتحرك عشان الدنيا بتاعتي تبقى ممنهجه، وده امر مهم جدا، واكيد لجنه الكوره في نادي الزمالك فاهماه. وبعد التصريحات يعني عضو لجنه الكوره احمد حسام ميدو يجب على نادي الزمالك التحرك في موضوع بن طايك في حاله ان هم عايزينه يكمل، لانه ابتدى يجيله عروض هولنديه وبيفكر في ترك